فيديو اليوم على المردومة. جتني طلبية صغيرة لوحدة عروسة باش تصبغ شعرها باللون الأسود. شعرها ديما تديرله الحنة ومش حابة تدخل له المواد الكيميائية، حابة تديرله مردومة وتشوفه يخرج عليها ولا لا. اقترحت عليها دير خصلة واحدة فقط، إذا ما خرجش عليها راح ما تديرهاش، تستغنى عليها المردومة. خير من تجربها في شعرها كامل ويفسد لها شعرها طويل وأرطب ورقيق. اسمحوا لي البنات، راني مصدورة في حالة، ولكن كنت مضطرة لازم نحط لكم الفيديو هذا. طريقة المردومة بالتفصيل درتها في جزئين، جابت مشاهدة كبيرة وحبيت نعاودها لكم في مقطع هكا صغير، راهي في القناة وراح نخليها لكم في رابط في صندوق الوصف. هزيت لها كمية صغيرة من العفصة، حطيتها في النار الطيب، وهزيت شوية من الحديدة لازم تكون لونها أحمر، حكي عليها بالتفصيل، وشوية قرنفل. شوفوا القوام تاعه أول ما رحيته كيفاش يكون أحرش، هذايا ما نقدرش نديره، لازم تلبسوا قفازاتي البنات لخاطر الحالة كامل راح تتوسخ، خدمتها صعيبة شوية المردومة. شوفوا هنا بعد ما غربلتها خرجت منها الرطب كامل، خلطتها مع شوي ماء، تقريبا كاس كبير تاع ماء ونصف ملعقة تاع ملح. نحطها فوق النار، في الاول تكون قوية، اول ما تشد الغلوة تاعها نقص لها النار. قوام تاعها لازم يوصل يولي كيما العصيدة البنات، العصيدة ولا يكون خاثر شوي كيما القوام تاع الصبغة. المهم كيما قلت لكم المتابعة هذه كانت دايرة الحنة في شعرها، تخدم في الحنة بالكركديه وحبت تجرب، وحبيت نحط لكم تجربتها. شوفوا بعد ما نخدم لها الكمية هذه راح تجربها وراح نرجع لكم النتيجة في فيديو آخر إن شاء الله. الكمية هذه راكو تشوفوا فيها ياسر، ولكن بعد ما تطيب تولي تقريبا قيس 3 ملاعق فقط، قسم يدير لها 2 خصلات كبار. هذا هو، راح نخليها كيما هكا حتى نتهز الغلوة، وبعد بعد ما تهز الغلوة تقريبا 20 دقيقة فقط يصبح القوام تاعها بهذا الشكل. تقريبا جتني 3 ملاعق كبار، نحطها لها في علبة، خليتها ليلة كاملة تبرد، وراح تجربها ونرجع لكم خطرة أخرى في فيديو آخر إن شاء الله. كان كتب ربي ورجعت كوموندات كمية كبيرة راح نديروها مع بعض. نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. سلام البنات.